العادة السرية هي أخطر أنواع الإدمان، فأنا عايزك تهدى كده عشان أقسم بالله هاقول لك في الفيديو ده كلام أنت أول مرة تسمعه. الحقيقة إن أكبر كذبة ممكن تصدقها هو إن السبب ضعف إرادتك. خليني أطمنك في البداية وأقول لك إن الصراع اللي أنت بتمر بيه مش معناه إنك شخص وحش أو شخص ما أنتش نافع. مختصر اللي بيحصل إن جهازك العصبي بيشتغل بالطريقة الطبيعية بتاعته، فلما حضرتك بتمارس العادة السرية بيحصل ارتفاع مهول في الدوبامين، وفي اللحظة دي بتحس براحة ومتعة مؤقتة. المشكلة مش في لحظة الذروة، المشكلة في اللحظة اللي بعدها مباشرة. بعد ما بتخلص يا أستاذ، بعد ما كان مستوى الدوبامين عالي في السماء، بيحصل له انخفاض حاد في اللحظة اللي بعد ما بتخلص مباشرة. تبدأ تحس بفراغ وضيق وملل وندم شديد، وفي النقطة دي بتحصل أكبر خدعة انت ما انتش واخد بالك منها. انت بتفتكر انك محتاج للمتعة، لكن في الحقيقة دماغك بيحاول يهرب من الاحساس المزعج ابن اللذينه اللي هو حاسه ده. في علم النفس في ظاهرة علمية بتقول انك كل ما تحاول تمنع فكرة بالقوة احتمال ظهورها بيزيد. يعني لما بتقول لنفسك انا مش هفكر في العادة ومش هعملها تاني، جزء من دماغك بيفضل طول الوقت يراقب الفكرة عشان يتأكد انك فعلا بتفكر فيها او لا. ولما بتتعب او تتوتر او تحس بملل، الجزء اللي بيقاوم بيبدأ يضعف، لكن الجزء اللي بيراقب بيفضل شغال زي ما هو. فهو بتلاقي الفكرة رجعت لك اقوى من الاول. وده سبب ان ناس كتير بتفتكر ان هي فقدت السيطرة خلاص على نفسها، لكن اخطر حاجة بتحصل فعلا بعد الانتكاسة هو ان حضرتك بتخلط بين الشعور بالذنب والشعور بالخزي. الشعور بالذنب بيقول لك انك عملت حاجه غلط ولازم تصلحها، الشعور بالخزي بيقول لك انك فاشل ومفيش فايده منك ومش هتعرف تعمل حاجه. والفرق بينهم ضخم جدا، لان الشعور بالذنب هو اللي بيزقك ناحيه التغيير، والشعور بالخزي هو اللي بيدفعك ناحية الهروب. ولما تفضل تشتم في نفسك وتجلد في ذاتك بيزيد الضغط النفسي والتوتر عليك، فيبدأ ركز معايا، فيبدأ دماغك يلف تاني ويدور على الراحة الممكنة السهلة عشان يهرب من شعور الخزي وشعور الضغط النفسي ده. فيعمل ايه؟ فيرجع لنفس السلوك تاني اللي هو العادة السرية عشان ياخد راحة مؤقتة. طب ايه الحل؟ طب احل القصه دي ازاي؟ طب ابطل ميتين الموضوع ده ازاي؟ اول حاجه بلاش تحارب الرغبه وكانها عدو ليك، اعتبرها موجه، وكده كده الموجه مهما علت وبقى لها سقف تبدا تنزل تاني. لو حصلت لك انتكاسه ما تجلدش نفسك، ما تقولش انا فاشل، اسال نفسك سؤال واحد بس: ايه اللي حصل قبلها عشان اعمل العاده السريه؟ هل كنت مضغوط؟ هل كنت قاعد لوحدي؟ هل كنت حاسس بالوحده؟ لانك لما تعرف السبب هتقدر تمنع المحفزات اللي هتوديك للعاده السريه. كل مره بتقع يا ترى كنت بابقى لوحدي، يا ترى كنت حاسس بالفراغ، لأ،